السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية في أميرة برو أكاديمي، وده الدرس الرابع من كورس أدوب بريمير برو من الصفر للاحتراف. والنهاردة هنبدأ أول حاجة مونتاج فعلا. قبل ما نشتغل لازم نفهم كلمة مهمة جدا. يعني ايه مونتاج؟ المونتاج ببساطة هو ترتيب وتجميع الفيديوهات علشان يطلعوا قصة أو فكرة مفهومة. طب برضو يعني بعمل ايه؟ بقص الأجزاء الزيادة، برتب اللقطات، وبتحكم في التوقيت عشان أطلع فيديو واضح يشد الناس. يعني المونتاج زي ترتيب الكلام في جملة، كل كلمة لوحدها ملهاش معنى، لكن لما نرتبها صح الجملة تبقى مفهومة. يبقى المونتاج مش ضغطة زرار، المونتاج فن ترتيب واختيار. بعد ما فهمنا المونتاج خلينا نعرف المكان اللي بيتحط فيه المونتاج، اللي هو مين؟ التايم لاين اللي اتفقنا عليه قبل كده. المكان اللي بنركب فيه الفيديو ونقص ونعدل ونضيف الصوت. يبقى اي مونتاج حقيقي زي ما قلنا قبل كده بيحصل فين؟ جوه التايم لاين، مش في اي حتة تانية. التايم لاين لما بحط فيه فيديو، تعال نجرب كده نحط فيديو من عندنا. اي فيديو هحطه مثلا زي ده. تعالوا نشغل مع بعض كده. هل أنهيت واجب القراءة؟ لا، سأفعله الآن. زي ما انتوا شايفين كده البلاي هيد بيشتغل من الشمال لليمين، يعني الجزء اللي هنا هيظهر قبل ايه؟ الأجزاء اللي بعده. يبقى الشمال بيتعرض الأول وبعد كده بيجي اللي بعده، والترتيب ده بيخلينا نتحكم في الوقت بسهولة. دلوقتي نيجي لكلمة مهمة. يعني ايه تراك؟ التراك زي ما انتوا شايفين المستطيل ده اسمه تراك. التراك ده سواء كان في الفيديو، انت الجزء اللي فوق ده لو انت شفت الخط السميك ده بيفصل بين حاجتين، اللي هو ده اللي فوق التراكات بتاعت الفيديو، واللي تحت التراكات بتاعت الصوت. يبقى التراك ده عبارة عن ايه؟ المسار او خط الشغل اللي بنحط عليه الفيديو او الصوت علشان ايه؟ نرتبهم فوق بعض. يبقى التايم لاين زي كشكول مسطر وكل سطر فيه اسمه تراك. يبقى انا عندي مسارات الصوت بنحط فيها الكلام والموسيقى والمؤثرات، اللي هي الجزء اللي تحت ده كله، دي كلها ده مسار صوت وده مسار صوت وده مسار صوت. كل واحدة من دول مسار صوت. اللي تحت الخط ايه؟ السميك ده، دي اللي بنحط فيها الكلام والموسيقى والمؤثرات علشان نتحكم فيها. نفس الفكرة فوق، الجزء اللي فوق ده بنحط فيه الفيديوهات او الصور، سواء كانت الصور دي PNG او JPG. جنب كل تراك بقى هتلاقي فيه شوية أزرار مهمة. عندي الجزء اللي هنا ده هتلاقي أول أيقونة هنا اللي هي إيه؟ أيقونة اللوك اللي هو قفل التراك. دي لما بقفلها ما أقدرش أعدل في أي حاجة في التراك، يعني ما أقدرش أشد منه حاجة، ما أقدرش أحط عليه أي شغل تاني، يعني ما أقدرش إن أنا أجيب أي فيديو تاني كده مثلا أشده وأحطه على نفس التراك. بص مش هيجي عليه، يعني أنا بحاول أحطه هنا مش هيجي عليه، يجي تحته يجي فوقه، لكن ما يقدرش إيه؟ يجي عليه. ولا حتى أقدر إن أنا إيه؟ أجيب الفيديو ده يمين أو شمال أو أغير مكانه. يعني هنا بص أنا ما أقدر هنا أجيبه قدام أو ورا زي ما أنا عايزة، أو أجيبه من أول التايم لاين بحيث إنه يظهر في الأول، لكن ده ما أقدرش أتحكم فيه نهائي. تمام؟ يبقى ده إيه؟ القفل ده بعمله لما أجي أقفل التراك عشان ما أعدلش فيه. طيب اللي جنبه ده عبارة عن اسم التراك اللي هو V1. إحنا عارفين إن التراك ده اسمه إيه؟ V1. V1 الأولانية دي عبارة عن إيه؟ لما أجي أحتاج إن أنا أقص فيديو وانقله على التراك ده، طبعا أنا هوريكم بقص إزاي كده عن طريق الأيقونة دي. أنا بقول لكم أنا بعمل إيه يعني، وهجيلها برضو بعدين هنشرح كل ده بالتفصيل. أنا باجي قصيت جزء من إيه؟ من الفيديو، عايزة أنقله فوق، يا إما أنقله دراج اند دروب كده واشده وانقله، يا اما ان انا اخده ايه؟ كات اللي هي كنترول اكس. زي ما انتوا عارفين اعلم عليه طبعا كنترول اكس
وما اجي اعمل له كنترول في بيتحط لي تاني في نفس المكان. انا مش عايزه احطه هنا، انا عايزه انقله في تراك تاني. فانا بعمل ايه؟ لو جيت وقفت هنا وعلمت عليه المفروض وقلت كنترول في، المفروض الفيديو ده يتحط هنا. طب هو ليه ما بيتحطش هنا؟ لان انا لما بعمل كنترول سي كنترول في بينقل لي على نفس التايم لاين. يعني انا دلوقتي انا نفس التراك، اقصد انا مثلا عايزه، انا اخدت من دي كنترول اكس عملتها كنترول في نقلت لي على نفس التراك. طب انا عايزه انقلها على التراك اللي فوق ده، اعمل ايه؟ في عندي طريقه تانية. اول لما اخد كنترول او اخد كنترول سي او كنترول اكس، كنترول اكس ان انا ايه؟ اقصها او انقلها، اعمل لها كات. او كنترول في ان انا اخد، طبعا اعمل كنترول زد عشان ارجع تاني. كنترول زد برجع، كنترول سي باخد كوبي منها، عايزه انقلها في اي تراك تاني غير التراك. الدليل ان انا كل ما اجي اقول كنترول في تتنقل لي في نفس المكان، كنترول في في نفس المكان. انا مش عايزه التراك ده، انا عايزه احطها على التراك ده. ففي طريقه تانية غير ان انا اقول ايه؟ كنترول في، اللي هي ايه؟ عندك النقطه اللي في الزرار بتاع الكيبورد اللي جنب حرف الظا، اللي هي حرف الزين، لو دوست عليها هيتنقل لي التراك اللي انا واخداه كوبي فين؟ في المكان اللي انا معلمه عليه. لو انا دوست في 1 اهو، انا معلمه في المكان ده على التراك ده، هيتنقل لي في التراك ده، هيتحط لي فيه. وبرده في حاجه كمان، في حاجه اللي هي ايه؟ الواو بقى. الواو بتعمل ايه؟ لو انا دوست حرف الواو او ايه؟ الكوما، عمل ايه بقى؟ حط لي الفيديو الجديد بين، يعني قص لي الجزء اللي انا كنت قاعده عليه. يعني مثلا دلوقتي انا عندي تراك اهو، التراك ده عليه الفيديو ده كده فيديو. لو انا دوست على حرف الواو هيحط لي الكوبي الجديد فين؟ في النص، هيقص لي الفيديو نصين ويحط لي الفيديو اللي انا واخداه كوبي في النص ما بينهم. يعني هيزحزح الجزء ده يمين والجزء ده زي ما هو طبعا في مكانه، ويحط لي الفيديو الجديد في النص. طيب انا لو مش عايزه كده وعايزه احطه كوبي على طول عليه من غير ما يزحزح لي الجزء ده، بدوس ايه؟ بدوس زين. عمل لي كوبي على الفيديو على طول، سواء كان الفيديو اللي هنا ده مثلا، حتى لو الفيديو ده طويل مثلا لحد هنا، هيحط لي فوقيه من غير ايه؟ من غير ما يزحزحه لورا شويه. تمام؟ فهي دي فايده ان انا بعلم على التراك عشان اشتغل جواه. لكن فيما عدا ذلك هو بيعمل لي بيست على اي مكان او على اخر تراك انا اشتغلت عليه. اوكي؟ عايزين نجرب الموضوع ده عشان نتمرن عليه. يبقى احنا اتفقنا القفل عرفنا بيعمل ايه. الفي 1 لما بنعلم عليها المفروض ان انا هشتغل هنا او هنقل الفيديو على هنا. يعني انا مثلا لو طفيت ده ورجيت اشتغلت هنا وضغطت على حرف الدوت اللي هو حرف الزين، هينقل لي في المكان اللي انا ايه؟ معلمه عليه، اللي هو التراك اللي انا علمت عليه. طبعا حاول تفرق بين حرف الواو وحرف الزين. حرف الواو بيزحزح الفيديوهات وبيحط ايه؟ الفيديو الجديد ما بينهم. وطبعا عمليه منظمه جدا، ان انت خلي بالك، بص القطع مظبوط. مفيش مثلا ايه؟ المفروض ان هو لو مفيش عندي فيديو تحت هتظهر الخلفيه السوداء، لكن القطع مظبوط لدرجه ان هو زحزح لي الفيديو بالظبط اللي تحتيه، بحيث ان هو ايه؟ اول ما ده يخلص التاني يبتدي على طول. تعال نعمل كنترول زد. طبعا كنترول زد بنرجع. تمام، تعال نجرب. انا دلوقتي عايزه احط، هنستخدم الواو هنا. دوس حرف الواو في الكيبورد، عمل ايه؟ قصلي الفيديو الاخير ده والفيديو اللي قبله وزحزحهم لورا وحط ما بينهم الفيديو الجديد. طيب انا لو ضغطت بقى على حرف الزين، حط بيست في الفيديو على التراك اللي انا مختاره. طبعا لو انا قلت كنترول في هيحط لي في اخر تراك اشتغلت فيه اللي هو ده، بص حطولي تحت. لكن لو انا عايزه اظبط شغلي بالظبط، عايزه تراك معين هو اللي هشتغل فيه او احط فيه الفيديو، ايه؟ حاجه من الاتنين، ياخدوا كوبي وادوس، يعني اخده كوبي وادوس حرف الزين
بحيث يضيفولي في المكان اللي انا واقفه عليه بالبلاي هيد او حرف الواو عشان يزحزح لي بقيه الفيديوهات. يعني انا لو عندي كذا تراك تحت وعايزه اضيف فيديو بين كل التراكات اللي موجوده دي من غير ما اقعد ازحزح كل واحد لوحده، كل ما هنالك هدوس حرف ايه واو يزحزح لي الفيديو، ويزحزح الفيديو لو في فيديوهات تحت في التراك ده او في التراك ده هيقصها وهي ايه هيبعدها، بحيث ان الفيديو ده يبقى ما بين الفيديو ده والفيديو ده، يبقى الشغل مظبوط جدا. يعني بص هنا تمام مظبوط جدا، مفيش اي خلفيه سودا ظهرت من الباك جراوند الايه بتاعه البرنامج. تمام، يبقى احنا عرفنا الفرق بين الزين والواو. وكنترول في ان انا ايه باخد كوبي وبيست، كنترول في اللي هي بيست. يبقى عندي كنترول اكس باخد كوبي من الفايل اللي انا علمت عليه، وفي نفس الوقت بلغيه من المكان اللي هو فيه وبنقله في حتة تانية انا عايزاه. طبعا انا جيت نقلت هنا وعملت كنترول في هيرجع لي لنفس المكان اللي انا فيه. فحاجة من الاتنين، يا اما اشده كده واطلعه، يا اما ان انا اعمل حاجة تانية ان انا ادوس حرف الواو لو انا عايزة ازحزح كل الفيديوهات اللي تحتيه اقصها وازحزحها، او لو انا عايزة احطه في المكان ده بس من غير ما ازحزح بقية الفيديوهات اللي عندي. تمام، تعالوا بقى نشوف الايقونة دي اللي انا مشاورة عليها دي. طيب ايه بقى الايقونة دي عبارة عن ايه؟ لو انت ملاحظ ان انا اي فيديو بحطه بيتحرك معايا ككتلة واحدة هو والصوت بتاعه، يعني ده التراك الفيديو، واللي تحت ده التراك الصوت بتاع نفس الفيديو اللي شغال. يعني دول حاجة واحدة، دول الاتنين دول بيشتغلوا كحاجة واحدة متصلة مع بعض، حاجة واحدة متصلة مع بعض. وطبعا انا لما باجي اعمل تعديل فوق او تعديل تحت بيتعدل على ايه التراكين نفسهم. يعني لما اقص في الفيديو او لما اجي اقص في التراك بتاع الصوت بيتعدل اوريدي في التراك بتاع الفيديو. يعني بص كأني ايه اول ما قصيت في الاتنين مع بعض. طيب في حالة بقى لو انا مش معلمة على التراك ده، يعني انا في حالة دي لما جيت اطفي ده واطفي ده بيبقى عليه علامة ايه علامة مايلة كده او شرطة مايلة، يعني هو مش متفاعل. طيب انا لما اجي اعمل ديليت هنا ايه اللي بيحصل؟ بلاقي الفيديو اتحرك او بعيد عن الصوت، كأن انا عملت التعديل في التراك بس من غير الصوت. تعال ندوس كنترول زد كده. لو انا برضو نفس الفكرة عملت هنا في الجزء ده علمت على الجزء الفاضي ده ودوست ديليت، بيمسح لي الفراغ اللي موجود وبينقل لي الصوت من غير ما ينقل التراك بتاع الفيديو، رغم ان هما الاتنين المفروض حتة واحدة على بعض، يعني حتة واحدة المفروض يتحركوا كلهم مع بعض. فبالتالي هتلاقي نفسك ايه الصوت مش ماشي مع الصورة. فدايما احرص ان دايما التراك ده الايقونة دي تبقى متفعلة، يعني دايما خلي السينك لوك دي متفعلة مش معمول عليها شرطة مايلة، عشان لما اجي اتحرك لما اجي هنا اعمل طبعا هرمي ده كده، لما اجي اتحرك في الفيديو او في الصوت يتحرك مع الفيديو او الصوت بتاعه يبقى على بعضهم حاجة واحدة. في اي مكان هدوس مثلا انا محتاجة هنا او هنا، في اي حتة ادوس ديليت الاتنين هيتحركوا مع بعض. فدي وظيفة الايقونة دي انها تعمل تزامن الفيديو مع الصوت او العكس. طبعا في حالة انت زي ما انت شايفة كده متفعلة، فانا كده ايه حس يعني كده شغلي مظبوط، حركت او قصيت في حتة او جيت عملت ديليت هنا. لو عملت ديليت في الحتة دي هيتنقل الصوت والفيديو كأنهم ايه كتلة واحدة مع بعض. فدايما اتأكد ان الايقونة دي دايما ايه متفعلة. تمام. في بقى عندي من ضمن الايقون اللي موجودة عندي ايه العين دي عبارة عن ايه؟ دي لما باجي اطفيها بتطفيلي التراك، لكن لما باجي اعمل رندر بيبقى موجود برضو في الفيديو. لكن هنا دي الاعداد ده معمول ليا انا بحيث ان انا اعرف اشتغل. يعني يكون مثلا في فيديو تحتيه وانا عايزه اشوف الفيديو اللي تحت، طبعا خلي بالك ان الفيديو اللي تحت ما بيظهرش طالما في فيديو فوقيه. يعني انا لو عندي فيديو تحت الفيديو ده كده، مين اللي هيظهر عندي؟ الفيديو اللي فوق اللي هو ده
ده الفيديو اللي فوق بيظهر، وتحتيه ايه بيبقى متغطي بالفيديو اللي فوق، زي ما انت شايف كده. دي الفيديو اللي فوق متغطي بالفيديو ايه اللي تحتيه اهو، بعدته هيظهر. تمام. طب انا بطفي وانور ليه؟ يعني بطفي العين دي وبشغلها تاني ليه؟ لان انا ممكن اكون محتاجه اشوف الفيديو ده ايه، وابتدي مثلا اقص واعدل فيه. مثلا لو انا عايزه مثلا اخلي الفيديو ده كده وده كده مثلا، اظبط بقى زي ما انا عايزه اهو، وابتدي بعد كده اشغل. خلاص يبقى انا كده ايه، عرفت ايه اشتغل الشغل بتاعي، بدل ما انقلها في اي حته تانية او اضطر ان انا اطلع دي لفوق، يعني اخلي التراك اللي تحت فوق. بدل ما اعمل ده كله بطفيه وانور من هنا. طيب في ايه تاني اعدادات؟ بس طبعا مش اعدادات الايقونات. ايقونات عندي الميوت وعندي السولو. ايه الفرق بينهم؟ تعالوا نشوف. لو انا عندي فيديو تاني فيه صوت مثلا زي ده، نختار فيديوهات فيها صوت فرضا كده، والصوت ده طبعا هنرمي دي، خلي دي كده. طيب طبعا احنا مش بادين مع التايم لاين، خلي بالك ان هو لما بيجي هنا هيبقى اسود زي ما انت شايف كده، ان انا المفروض ابتدي شغلي من اول التايم لاين، زي ما اتفقنا ان التايم لاين بيبتدي من الشمال وبعدين يمشي ايه يمين كده، يظهر بقيه ايه الشغل بتاعي. طب انا محتاجه دلوقتي ان انا اشتغل، يعني اسمع عندي هنا ايه الصوتين محطوطين مع بعض، وانا باجي اشغل كده بيظهروا الاثنين مع خاصة بعض. القسم العلمي. أجل. بلاقي معرض كان رائعا ده جدا. مع ده، فانا محتاجه اسمع صوت واحد فيهم. فانا بعمل ايه؟ اطفي واحد فيهم اللي هو ميوت ده، يبقى انا طفيت الفيديو ده. خاصة القسم العلمي كان رائعا جدا. بلاقي خاصة نفسي القسم سامعه العلمي. الصوت اللي تحت، يبقى ميوت بيطفي لي الحاجات اللي انا مش عايزه اسمعها. لما اجي اسمع اعمل كده، فانا كده ايه مش سامعه حاجه خالص. يبقى الميوت بطفي الصوت ما بسمعوش. طيب نفس فكره العين، بس العين بنطفي الايه الرؤيه، الحاجه اللي ايه بنشوفها. لما اجي اطفي كده هيطفي لي ايه، مش هشوف الفيديو. هنا بقى مش هسمعه، لما باجي اعلم عليه كده يبقى انا مش سامعه الايه الصوت. تعال نضيف صوت كمان. ممكن نحط ده، احنا حاطينه. طيب تعال نحطه كده. طبعا كده انا مش سامع حاجه خالص. طيب افرض انا عندي فيديوهات كتير محطوطه، يعني انا عندي اصوات على التراك كتيره، مش واحد ولا اتنين، عندي كذا حاجه. فبدل وعايزه اشغل تراك واحد فيهم هو بس اللي اسمعه والباقي اعمل له ميوت، بدل ما اقف على كل واحد واعمل له ميوت، فانا هدوس على، يعني مثلا انا عامله ميوت لكله، فانا لو دوست على السولو ده افعله الآن. فانا ده اوريدي بسمع الايه اللي انا دايسه عليه بس، والباقي لا. طب تعالى نعكس، لو دوست كده بيعمل لي ميوت على اي صوت موجود ما عدا ايه اللي انا أجل. مشغله. لكن طعام الحفل كان أروع. طبعا انا عامله لكم فايل PDF موجود تحت في الديسكريبشن، ممكن تعمل داونلود ليه، شرحه فيه كل التفاصيل بتاعه الدرس بتاع النهارده. فانت هتلاقي كل الايقونات دي مشروحه برضو فين؟ في الفايل PDF اللي موجود عندك. تمام. احنا كده عرفنا الفرق بين ايه ميوت وسولو. ميوت بطفي الصوت خالص ما بسمعوش، لكن سولو بيعلم لي على، يعني نطفي دول كده. لو انت لاحظت ان هطفي دول عشان تبقى فاهم الفرق. لو عملت سولو هبص الاقي ايه طفالي اي تراك تاني صوت موجود. طبعا ما فيش صوت هنا بس برضو طفاه، بحيث اني ايه اسمع بس الفيديو اللي انا عملت له ايه سولو. تعالوا بقى نشوف السلكشن تول والادوات اللي موجوده في التول اللي عندنا. لو انا اخترت في، او انا دوست على الكيبورد ودوست في، يبقى انا ايه اخترت اللي هي السلكشن تول. بتعمل ايه بقى السلكشن تول دي؟ اللي بختار بيها الفيديو. يعني انا لو عندي كذا فيديو على التايم لاين كده، وانا عايزه اختار
السلكشن دي بتخليني اختار الفيديو واقدر ساعتها بقى انقله او ازحزحه يمين او شمال او احدد له المكان اللي المفروض يتنقل فيه. ازحزح ده كده مثلا وده كده، ده بالسلكشن تول، والشورت كات بتاعها في. بدوس في وابتدي اختار. يبقى اختيار وتحريك الفيديو الاداة الاساسية بتاعته اللي هي ايه؟ السلكشن تول، هي اول واحدة دي. طيب ازاي اقص الفيديو؟ اداة القص عندي اللي هي ايه؟ ريزر تول. دي لما ادوس طبعا كل واحد هتقف عليه هيديك الشورت كات بتاعه. انت طبعا لازم تحفظ الشورت كات دي عشان تسهل عليك الشغل، مش كل مرة ادور على اداة سواء كانت من هنا او من هنا، فبدل ما ادور فاحفظ الشورت كات عشان يسهل عليا. يعني انا لو دوست حرف سي هيديني ايه؟ الكات اللي هي الايه؟ ريزر تول. هقص بقى كده، اني كده قصيت. طيب عايزه بقى اشد الفيديو قدام او ورا، برجع تاني ادوس حرف في اللي هي السلكشن تول، وابتدي بقى انقل الفيديو زي ما انا عايزه، سواء احطه تحت او فوق. بص زي ما انا بعمل كده بنقله سواء فوق في التراك بتاع الصوت او ايه الفيديو. بقدر ان انا ايه؟ اعدل مكانه على التايم لاين بالسلكشن تول. طيب عندي اداة كمان اسمها الهاند. الهاند اللي هي حرف الايه؟ اتش من الكيبورد اللي هي دي. طب دي بعمل بيها ايه؟ دي بتخليني اتحرك جوه التايم لاين. يعني ممكن ان انا ايه؟ اجيب التايم لاين يمين او شمال. طبعا هنا عشان عندي المكان فاضي مفيش فيديوهات، بس انتوا اكيد ملاحظين اهو، يعني يمين او شمال بتخليني استعرض الايه؟ التايم لاين. اضغط واشد يمين او شمال. لو انا محتاجه مثلا اجيب فيديو ورا خالص مثلا هعمل كده واجيبه. تمام؟ يبقى دي ايه؟ اداة الهاند، والشورت كات بتاعها اللي هي ايه؟ اتش. طبعا في حاجة عندي زد. لو انا دوست في شورت كات زد، لو دوست زد بيديني ايه؟ شايفين علامة البلاس دي؟ دي عبارة عن ايه؟ بكبر واصغر التايم لاين. طب انا كده ايه؟ بكبر. طب اصغره ازاي؟ بدوس الت واضغط يصغرهولي، او ان انا اعمل كده يجيب لي ايه؟ يحدد لي المساحة اللي انا اخترتها تبقى ايه؟ على قد ايه الزوم اللي انا ايه؟ علمت عليها. يبقى كده اصغر او كده اكبر وادوس الت اصغر ايه؟ التايم لاين. تمام؟ ده بالنسبة لايه؟ زوم تول. ده بالنسبة لايه؟ ان انا اعمل زوم. طيب في عندي السبيس بقى، الشورت كاتس الأساسية بتاعتي اللي موجودة على الكيبورد. هتلاقي حاجة عندك اسمها سبيس دي بتعمل بلاي أو إيه؟ أو بوست. يعني أنا لما أدوس عليها كده هيشغل المعرض الفيديو. كان رائعا جدا. طب لو دوست عليها مرة ثانية هيقف. يبقى البلاي والبوست عن طريق إيه؟ الزرار الطويلة عندك اللي بين الاتنين الت. لو دوست على السبيس هيعمل لي بلاي او هيعمل لي ايه؟ بوست لو هو اصلا كان شغال. طبعا اتفقت معاك ان كنترول زد بيرجع لي اخر خطوة. طبعا في حاجة اسمها ديليت، طبعا هندوس في عشان نرجع ليه سيلكشن تول. هختار، ولو دوست ديليت بيمسح لي ايه؟ الفيديو. لو دوست كنترول زد بيرجعه لي. تمام؟ يبقى انا عندي كنترول سي بعمل ايه؟ كوبي. كنترول سي. كنترول في بيعمل لي ايه؟ بيست مرة تانية للفيديو، بس هو بيعمله لي على نفس ايه؟ التراك، اخر تراك كنت شغالة عليه. لو عايزة اعمله على تراك مختلف بعلم على التراك كده وبدوس حرف الزين. لو انا عايزة بس اعمل له بيست من غير ما اغير اي فيديو تحتيه، او لو انا عايزه احطه وفي نفس الوقت ايه؟ ازحزح كل الايه؟ الفيديوهات اللي موجوده على التراكات كلها لورا واحطه ما بينهم. تعال ندوس حرف الواو اهو، زحزح لي كله، قصي لي الفيديو ده وزحزحه وحط ده بين القص اللي قصه واللي هنا، وزحزح جميع الفيديوهات اللي موجوده. لاحظ الفيديوهات كلها اتزحزحت ورا. هنرجع كنترول زد. اتفقنا برضو ان زوم ان
وزوم اوت، بدوس حرف زد من الكيبورد اهي، دي زوم، دي زوم ان، ولو دوست الت يبقى ايه زوم اوت. ودي برضو من الشورت كات اللي موجوده في الكيبورد. لو انا سيبك من ده كله، لو انا دوست زائد اللي موجوده في الكيبورد من فوق تحت الاف 10، لو دوست كده هتكبرني. طب لو دوست الماينس هتقلل. يبقى انا بزود وبنقص من الشورت كات من الكيبورد عن طريق الزائد والناقص زي ما انتم شايفين. طب انا لو عايزه اعرض التايم لاين كله، عندي هتشوف جنب انتر في الباتن او الزرار اللي محطوط عليه الشرطه المايله. لو عملت كده هيجيب لي كل الشغل. يعني مثلا انا كده كبرت التايم لاين قوي وعايزه استعرضه كله او اجيبه كله على الشاشه، فبضغط على الشرطه المايله اللي جنب انتر، بيجيب لي التايم لاين كله. دي اهم الشورت كات اللي بنستعملها في الكيبورد. طيب في شورت كاتس برضو سريعه هنشوفها مع بعض. انا لما اجي اعمل كات، بعمل كات كده، بقص، وفي نفس الوقت عايزه اعمل ديليت، فهعمل كده وادلت. طب في طريقه اسرع من كده، تعالوا نشوف. لو انا وقفت بالبلاي هيد في الحته دي ودوست على زرار الضاد او الكيو من الكيبورد، ايه اللي بيحصل؟ قصلي الفيديو ونقل الجزء اللي كان واقف عنده لقدام لحد الفيديو اللي قبله سابه. طيب لو انا عايز اعمل العكس واقص الجزء ده، يعني اعمل كات واقص الجزء ده، فانا بدوس دبليو، فبيروح لغيلي اللي بعد. يبقى انا عندي الكيو بتقص الجزء اللي قبل البلاي هيد في الفيديو اللي انا مختاراه، والدبليو بتقص لي الجزء اللي في اخر الفيديو. تمام، ادي الفكره. يعني لو انا وقفت كده، لو دوست كيو هيقص لي الجزء ده. طب لو دوست دبليو هيقص لي اللي بعد البلاي هيد، هيقصه ويرميه كده. تمام، تعالوا نشوف هنا اهي، كيو قص اللي قبل ودبليو قص اللي بعد. عشان كده يبقى سهل عليا المونتاج بسرعه من غير ما اعمل كذا خطوه، بعمل خطوه واحده بتعمل لي كل الخطوات اللي انا عايزاها. طبعا في عندي الالت ودراج، يعني مثلا ادوس كده بيعمل لي يعني انا كده عايزه انسخ الفيديو ده، فانا بدوس الت وادوس عليه واشد واسحبه. ايه اللي عمل كوبي من الفيديو مره تانية. فدي برضو من الشورت كات، الت واسحب. عندي تاني؟ كنترول بحدد كل الفيديوهات اللي موجوده، ابتدي بقى اغير المكان بتاعها مثلا. تمام، دي كنترول اللي هي بتحدد الكل. طيب لو انا عايزه اختار اكتر من كليب، انا كده ما بدوس على الكليب وبختاره. طب انا عايزه اختار كمان فيديوهات تانية، فبدوس شيفت واضغط على اي فيديو انا عايزاه، وانا دايسه على الشيفت بضغط، يبقى انا حددت اكتر من فيديو. عايزه الغي الاختيار الاخير برضو وانا دايسه شيفت، بضغط عليه مره تانية فبيختفي الاختيار. يبقى انا كده اخترت الفيديوهين اللي انا عايزاهم. يبقى شيفت كليك بتختار لي الفيديوهات. مثلا اهو، وادوس شيفت واختار، انا اخترت الاتنين دول، الفيديوهين دول. تمام، وارجع بالسلكشن تول اشدها، او ادوس في اغير مكانها او ايا كان اللي انا عايزاه. في برضه شورت كات مهم، الاسهم اللي في الكيبورد. لو انا محتاجه احرك الفريمات، عندي السهم يمين وشمال، يعني الشمال بيحرك لي فريم واحد بس قدام. شايفين ده كده بيحرك لي فريم. بقى الفريم ده؟ اهو الجزء ده، شايفين ده كده الجزء، الحته الصغننه دي اسمها فريم. فانا لما بدوس على السهم الشمال بينقل لي فريم لقدام. طيب اليمين بينقل لي فريم خطوه واحده بس، فريم لورا.
يبقى انا عندي الاسهم يمين وشمال قدام وورا بتنقل لي ايه، بتحرك لي الفريم. تعالوا نرجع، هندوس على في الكيبورد على الخط المايل عشان استعرض كله وارجع الشكل كله مرة تانية. تعالوا بقى ايه، في برضو الاسهم اللي فوق وتحت دي ايه، بتنتقل في الكليبات. يعني انا دلوقتي لو عملت فوق السهم الفوق بينقل لي الكليب قدام. طب اللي بعده، يعني انا عندي السهم اللي تحت بينقل لي ايه، كليب بين الكليبات لورا. طب عايز ارجع، يبقى ايه، السهم الفوق بينقل لي بين ايه، الكليبات. يبقى الاسهم فوق وتحت بتتنقل بين الكليبات. طبعا بداية الكليب ونهايته شايفين زي ما انتم شايفين كده. لو عملت مرة تانية سهم تحت هينقل لي اخر الكليب، وطبعا اخر كليب ده موجود عندي مفيش بعديه، فهو هيقف مش هيتحرك مرة تانية حتى لو انا دوست. في حاجة مهمة جدا برضو، الماركر. الماركر علامة بنحطها على التايم لاين علشان نحدد مكان مهم، ممكن نكون بعد كده هنعمل كومنت مثلا او عارفين ان المكان ده هنحط فيه حاجة معينة. طيب بنعملها ازاي؟ طبعا انا في الاول مش هعلم على حاجة، مش عايزة اعلم على اي فيديو، هقف في حتة فاضية وادوس واضغط ونحرك البلاي هيد في المكان اللي احنا عايزينه كده، ونضغط حرف الام. اضغط ام كده، ايه اللي حصل؟ حدد لك ماركر هنا، حدد لك علامة في الجزء ده. بنستخدم العلامة دي ايه؟ يعني لو محتاجاه مثلا في بداية مشهد انا محتاجة احط فيه حاجة او نقطة هقص فيها او محتاجة اضيف فيها حاجة معينة، عشان كده حطيت العلامة دي عشان لما اجي ارجع اعرف اوصل لها. لو حاسس ان الشورت كاتس كتيرة فما تقلقش، ده طبيعي، احنا هنبدأ حاجات بسيطة النهاردة والباقي ايه هنحفظه بالممارسة، ما تقلقش من كده. طبعا احنا النهاردة فهمنا يعني ايه مونتاج، وعرفنا التايم لاين، وفهمنا يعني تراك، وركبنا اول فيديو، واستخدمنا بعض الادوات. طبعا كل الادوات دي لازم هنعدي عليها مرة تانية، يعني النهاردة خدنا بس اللي هي السيلكشن تول، خدنا الكات اللي هي ريزر تول اللي بنقص بيها، خدنا الهاند، يعني بص الهاند فين اهي، خدنا الهاند، وخدنا ايه، الزوم اللي هي زوم تول. طبعا احفظ الشورت كاتس هتلاقي ايه جنب كل اداة، وهنكمل طبعا كل الشورت كات دي هنرجع تاني ليها. وخدنا العلامات اللي موجودة في جنب كل تراك، في تراك الفيديو وتراك ايه الصوت. وتعلمنا اهم الشورت كات اللي موجودة عندي في الكيبورد. علشان اسهل عليكم المراجعة جهزت لكم فايل PDF في شرح المحاضرة بالكامل، واللينك موجود هتلاقوه عندكم في الديسكريبشن. ما تنسوش تحملوه عشان تراجعوه في اي وقت. طبعا انا ما شرحتش كل الادوات لان انا يعني الموضوع هيبقى طويل جدا، الفيديو هيبقى طويل جدا، فانا ان شاء الله بقية الادوات هشرحها لكم الفيديو جاي باذن الله. هتلاقيني عندي في PDF اللي حاطه كل الايقونات دي والايقونات اللي موجودة هنا برضو، وهتلاقي برضو شرحة الجزء ده في PDF. طبعا انا عارفة كويس ان احنا شرحنا حاجات وفي حاجات تانية سيبناها، ان شاء الله هشرحها لكم المرة الجاية وهأكد عليها بإذن الله. عايزة اضيف لكم تمرين يا ريت تعملوه. هتفتح الادوب بريمير طبعا، وهتعمل بروجكت جديد، وهتسحب اي فيديو عندك، حتى لو فيديو انت حاطه او فيلم موجود عندك او حاجة مصورها بالموبايل، هتحطه على التايم لاين، وهتستخدم الشورت كات اللي انا قلت لك عليها، الدبليو والكيو والريزر تول. الشورت كاتس كلها اللي انا حطيتها لك دي هتستخدمها عشان تتمرن عليها، لان احنا هنضيف لك شورت كات جديده المره الجايه، فلازم تتمرن على دي عشان تحفظها كويس قوي. في الدرس الجاي باذن الله هنخش على القص والتقطيع بشكل اعمق، وهنرتب المشاهد باحتراف. اشوفكم الدرس الجاي، وما تنساش تفعلوا الجرس، ولو في حد عنده اي كومنت يكتب لي تحت الفيديو. شكرا لكم.